السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا وهو البيدي فور. هنعمل بيدي فور جميل جدا ناعم. هنعمل منه بالشوكولاتة، وهنعمل منه فاتح ابيض يعني. هنعمل كمان نوعين، هنعمل نوع بالماكينة لو انت عندك، ونوع بالكيس الحلواني طبعا. وهقولك في الاخر اني احسن نتيجة، اللي بالقمع اللي هو الكيس الحلواني ولا اللي هو بالماكينة. اول حاجة مقادير البيدي فور: معايا نص كيلو من الزبدة يعني 500 جرام، ومعايا 4 أكواب ونص من الدقيق، ومعايا 2 بيضة، ومعايا كوباية سكر بودرة وعليها معلقة كبيرة من السكر بودرة، يعني عاير كوباية واحط عليها معلقة، ومعايا فانيليا وذرة ملح، وطبعا بيكنج باودر، ومعايا كاكاو. الكاكاو لو انا عايزه البيدي فور بتاعي غامق احط معلقتين، عايزاه فاتح شويه احط معلقه واحده. اول حاجه هجيب بوله وانزل النص كيلو من الزبده. اهم حاجه الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه عشان تبقى سهله معايا وانا بضرب فيها، دي اهم حاجه. كذلك برضو البيض بدرجه حراره الغرفه. اول حاجه هضرب شويه كده في الزبده بالمضرب. المقادير كامله هنزلها في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه برضو عشان تبقي عارفه كل حاجه مظبوط. فضلا وليس امرا، ارجو انك تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وتكتبوا رأيكم في الكومنتات عن الوصفات اللي بعملها. ولو في اي وصفة معينة انتوا عايزيني اعملها اكتبوها لي برضو في الكومنتات، وان شاء الله الايام الجاية نعملها سوا مع بعض. خلاص كده الزبدة بقت تمام. هنزل كوب السكر البودرة، الكوب سكر بودرة وعليه معلقة كبيرة من السكر البودرة، يعني معلقة كبيرة هرمية. واحنا بنضرب في المرحلة دي نضرب على اقل سرعة خالص، عشان طبعا السكر بيعمل عفار كده، وعشان ما نتبهدلش يعني مبهدلش المكان حوالينا. فاهم حاجة؟ المرحلة دي نضرب على سرعة قليلة خالص. احنا مش هنحتاج غير اننا بس نقلب السكر مع الزبدة لمدة دقيقتين. وبعد كده طبعا هننزل البيض. هنا بقى هبتدي اضيف اول بيضة وهضرب. بعد كده بعد شوية هضيف البيضة التانية، وطبعا بعد كده الفانيليا اساسي. طبعا الفانيليا يعني بالويم كده، اللي هي معلقة صغيرة يعني. هضيف بقى هنا كده على الدقيق بتاعي رشة الملح، وهضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. محاولش اكتر البيكنج باودر لان البيدي فور من الحاجات اللي هي بتنفش اثناء السوا. هقلب المقدار كويس جدا مع بعض. بعد كده هضيفه بالتدريج وانا بضرب، يعني هضيف نصه واضرب، بعد كده هرجع تاني اضيف الباقي. وصفة سهلة جدا، مش هتشتري تاني من بره ابدا بجد، لان دلوقتي الاسعار بقت خيالية وحاجة صعبة قوي. فالاحسن كمان واضمن لك انك تعملي في بيتك لاطفالك، هياكلوا حاجه كويسه ومضمونه ونضيفه كمان، وعارفه مصدرها، مش زي بره طبعا، لان دلوقتي في حاجات بقت غاليه جدا وبقت برضو مضروبه. طبعا المرحله دي احنا هنضرب تقريبا بالظبط 4 دقايق، مش اكتر من كده. لو حسينا بعد ما نخلص ان الخليط طري شويه ممكن نزود معلقه دقيق. تمام، حسينا ان هو تمام خلاص، لان انا هشتغل اول حاجة بالكيس الحلواني. الكيس الحلواني لازم الخليط معايا يبقى طري شوية، ما يبقاش متماسك زي العجينة. تمام، وهنعمل بالطريقتين، هقولك هنعمله ازاي. هنحول الخليط دوت بعد ما نخلص لعجينة. طبعا انا هنا مسرعة الفيديو بس عشان اوريكم، لكن هو كان بالظبط بضرب حوالي 3 دقايق او 4 دقايق بالظبط. تمام، وانا كده خلاص تقريبا خلصت. انا هنا قسمت الخليط معايا نصين، النص التاني دوت هحط عليه معلقة الكاكاو، والنص ده هحط عليه معلقة دقيق لاني حسيت ان هو طري شوية. تمام، اهم حاجة وانا بنزل دي طبعا انخله برضو، والناحية التانية برضو وانا بنزل الكاكاو برضو انخله. ما ينفعش ان انا احط كده، لا، عشان برضو لا يكون في اي حاجة
مش عايزة الخليط معايا يخرز او يعمل زي الكتل يعني. لازم اتأكد ان حاجتي تمام. هنا بقى انا جبت الكيس الحلواني وحطيت فيه الخليط بتاعي اللي هو الابيض الفاتح. انا هنا كنت حاطه في الكيس الحلواني البلبله بتاعتي شكل اللي هو الورده. تمام. طبعا انا بنزل كده وبضغط، وانا بنزل بضغط بعملها طوليه عاليه. تمام. لازم نخلي فيه بين كل واحده والتانية مسافه، لان زي ما عرفتك ان البيديفور من الحاجات اللي بتكتر ساعات، بتزيد اثناء السوى وبتنفش. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ان ممكن يكون السمنه زياده، او نتيجة ان هو كان محتاج معلقة دقيق تانية. تمام. فانا الصاج ده الوحيد اللي انا عملته وردة. اوكي، عشان بس اوريكي باقي بقى الخليط بتاعي هزود عليه معلقة دقيق عشان اخليه متماسك. وانا بقلب لو حسيت برضو ان الخليط لسه بتاعي طري ازود تاني معلقة دقيق. تمام. كل مرة ازود معلقة دقيق لحد ما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. وهقولك برضو في الاخر انهي كانت احسن نتيجة، اللي بالكيس الحلواني ولا اللي بالماكينة. تمام. انا هنا قلبت وهكمل. انا هنا كان في لسه باقي عجينه يعني، وعملت بقى صاج تاني واتبقى نص الصاج، فعشان كده انا هكمل بقى. انا هنا زودت دقيق على الخليط بتاعي عشان انا هكمل باقي الصاج بالماكينه، وهوريكي دلوقتي الفرق بينهم. طبعا انا هنا زودت تاني عشان حسيت ان الخليط بتاعي لسه محتاج، ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه كده قوام يشبه بالعجينه عشان اعرف ادخله الماكينه. اه هنا بصوا كده بدأ يتلم معايا كويس قوي. دي طبعا ماكينة البيديفور بتاعتي، تقدري تجيبيها من اي محل حلواني، اي محل مستلزمات الحاجات بتاعت الحلويات. هتلاقي طبعا موجود فيها الحاجات دي والوان كتير واشكال كتير يعني. اهو هنا بس الخليط بتاعي بقى عامل زي العجينة كده. هبتدي بقى اخده واحشي بيه الماكينة. هنا بقى انا حطيت خلاص البيديفور بتاعي في الايه العجينة بتاعتي في الماكينة. بحط كده وبضغط يعني، بثبتها واروح دايسة. اول ما اسمع التكة اللي في الماكينة ديت بعرف ان هي خلاص نزلت. ما حاولش ان انا اضغط مرتين، عشان كده اللي انا نزلته ده هيبوظ مني. تمام. اهم حاجة وانتي بتحطي العجينة في الماكينة تمليها كلها عشان ما تعملش هوا. لو حسيتي بهوا مش هينزل، يعني الماكينة مش هتعمل معاكي. تمام. ده الخليط بقى التاني بتاعي، حطيت عليه معلقتين كاكاو. انا حطيت الاول معلقة، حسيت ان هو لسه فاتح، رحت ضفت معلقة تانية. هقلب كويس. تمام. ولما حسيت ان هو برضو لسه طري زودت معلقة دقيق عشان اخليه شبه العجينة، بس عجينة طرية بتلزق، مش عجينة متماسكة، لا عجينة طرية بتلزق. تمام. برضو هحشيه في الماكينة وهعمل نفس الخطوات اللي انا حكيتلك عليها. طبعا في كل صاج لما بتيجي تسوي فيه البيديفور لازم تحطي 2 على الاقل فاتحين مع الباقي غامق. ليه؟ عشان تعرفي السوى، الصاج استوى ازاي من الفاتح. اول ما تلاقي الجناب بقت ذهبي كده خلاص يبقى هو كده استوى، لان البيديفور من الحاجات اللي ما بتستحملش. ما شاء الله. دي كانت الكمية بتاعتي، عمل كمية كبيرة جدا بجد، يعني كمية جميلة. دي طبعا الوردة اللي هي انا عملناها اول مرة خالص في الصاج بالكيس الحلواني. بصوا نفشت ازاي. طبعا هي طبعا جميلة برضو وطرية وناعمة جدا، وبرضو هلزقهم في بعض وهعمل الحشو وكل حاجة. بس كانت احسن نتيجة النتيجة بتاعت الماكينة طبعا، مش بتاعت الكيس الحلواني. بص النتيجة بتاعت الماكينة طالعة مظبوطة بالسنتي بجد، لكن الكيس الحلواني طالع مش مظبوط نهائي. بس هو طبعا يعني طعمه جميل وهيتاكل وكل حاجة طبعا، بس بعرفك ان الفرق بينهم انهي احسن. طبعا الماكينة احسن جدا. ده طبعا اللي هو بالفانيليا الفاتح. انا عملت فيه اشكال كتير. طبعا الماكينه انت لما بتجيبيها بيبقى معاها اشكال كتير قوي، تختاري الشكل اللي انت عايزاه وتعملي بيه عادي. اهم حاجه كل مره تيجي تعملي زوجي، تعملي اتنين اتنين اتنين، عشان طبعا لما تيجي تلزقهم في بعض تبقى في حاجه شبهها تلزقي فيها، لو انت لسه مبتدئه يعني ومش عارفه الخطوات ديت.
انا هنا حضرت صوص شوكولاته عادي جدا، جبت شوكولاته وسيحتها بشويه لبن ومكعب زبده. تمام، شوكولاته خام. انا نوع الشوكولاته اللي استعملتها شوكولاته اسمها فيتا بيلا، شوكولاته ممتازه جدا وسعرها جميل جدا برضو. بحط حبه في النص وبقفل عادي، وهغطس الوش عادي في صوص الشوكولاته، وهحطه على الصاج لحد ما الشوكولاته تمسك فيه. طبعا انت ممكن تعملي بقى ايه، اي شكل انت عايزاه. عايزه تعملي صوص ابيض شوكولاته بيضه، عايزه تحطي مكسرات فرماسيه، المتواجد عندك اعملي. انا بس هنا بعلمك طريقه البيديفور، العجينه هتعمليها ازاي، لكن الحشوات دي طبعا اختياري بتاعتك انتي. ده طبعا كان شكل النجمه معايا، شكل جميل جدا. هخلص بقى كل الكميه اللي معايا دي، وان شاء الله هوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. انا هنا خلصت خلاص، لزقت كل اتنين مع بعض. طبعا هشيلهم بقى في الصاج واحطهم بقى طبعا في مكان كده، في علبة او طبق تقديم، وارصصهم بشكل شيك طبعا. انا بس هنا عشان كنت شغالة فحطيتهم مع بعض يعني. وده كان الوصفة بتاعتنا النهاردة. اتمنى انها تكون عجبتكم، واشوفكم بألف خير ان شاء الله المرة الجاية في وصفات تانية كتير جدا. ومع السلامة.